اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على حالات حقية الاب في ان هو ياخد حضانة ولاده. الاصل انه الحضانة بتكون للام لسن 15 سنة، وبعد كده الام ليها الحق لو الولاد اتخيروا بيبقى ليهم الحق يختاروا الام او يختاروا الاب. النهارده هنتكلم من وجهة نظر مسلسل فات الميعاد، علشان هو ده المسلسل اللي قالب السوشيال ميديا اليومين دول. في المسلسل لما هي جت تتجوز راح هو خطف البنت واخدها وصمم ان هما ما يديهمش البنت، مع انه الاصل انه البنت المفروض تبقى الحضانه للجده لام طالما ان هي عايشه. فضل الوضع كده لغايه ما هو اتحبس وحصل له ظروف وخدوا البنت ودوها للجده لام. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ للاسف الجده لام اتوفت وده بيحصل. طب في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ هل الحضانه بتروح للاب؟ لا، الحضانه في الحاله دي بتروح للجده لاب لو كانت الجده لاب عايشه. ففي حاله مسلسل فات الميعاد هتتنقل الحضانه بالرغم من انه الجده لاب اصلا عليها مشاكل كتير وكلام، بس طبقا للقانون هتتنقل الحضانه للجده لاب. طب امتى بقى الحضانه تكون للاب مباشره؟ الحضانه بتكون للاب مباشره في حاله عدم وجود الجده لام او عدم صلاحيتها كبيره في السن ما تقدرش، والجده لاب هي كمان متوفيه او كبيره في السن ما تقدرش. بعد كده الحضانه بتبقى للخالات، وبعد كده بتبقى للعمات. لو كل دول متنازلين عن الحضانه في الحاله دي الحضانه بيتم نقلها للاب طبقا للقانون. الحقيقه ان دور الاب متاخر جدا في قانون الاسره، وعلشان كده احنا بنأمل وبننتظر انه الاب يكون في المرتبه الثانيه في الحضانه بعد الام. وانا عن نفسي مساله الترتيب دي ما بتفرقش معايا قوي، قد ما انا بفضل دايما ان احنا نتفق في حاله الطلاق على بند الرعايه المشتركه. ده هيبقى اريح ليكم وللولاد. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.